السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني الاعزاء، ادي الاخبار الجميلة. هو في إيه الجمال ده؟ ربنا يا رب يديم علينا سعادة وفرحة. اهو كده الكلام، اهو كده يعني. بكمل اهو. انتوا فلوس ابوكوا كتير، بكمل اهو. لا احنا جماعة، انا يمكن في لايف من اللايفات او في فيديو من الفيديوهات قلت يا جماعة عندنا في بورسعيد كانت مشهورة قوي سندوتشات التقطيع. لا الزور والطحال والكبده والفشه والكلام ده كان بجنيه. انا بقول لهم انا بنادي بحسام حسن يجي مدرب للمنتخب المصري من ايام ما كان سندوتش التقطيع بجنيه. اخيرا اخيرا يا حسام يا حسن، اخيرا يا العميد الجميل واروع او من اروع من انجبت مصر. اخيرا نلها. بقينا نقول يا ناس ادوله فرصه، يا ناس يروحوا يجيبوا وهاب جلال، يا ناس بيتكلموا مع علي ماهر، يا ناس بيتكلموا مع الرمادي، يا ناس جابوا محمد يوسف، يا ناس قبليه فيتوري، يا ناس زهقتونا في عشتنا، زهقتونا في عشتنا. مش عارف. اخيرا وعلى مضض ده، خدوا بالكم بالله ما وافقوا الا عشان يكسبوا الرأي العام، لان عارفين ان الرأي العام 70% منه او اكتر بينادي بحسام حسن من زمان الزمن. حسن شحاته طلع يقول لك حسام حسن. كل الناس، كل اللعيبه، كل الاساطير، كل الرموز حسام حسن. طب ما يجربوا حسام حسن، طب ما يجيبوا حسام حسن، طب وليه حسام حسن لا؟ طب الدنيا كلها هم اللي حاطين العقده في المنشار من سنين السنين ويقولوا لك لا. والراجل مستعد، والراجل مستعد وقاعد ومظبط نفسه. حسام حسن، حسام حسن، حسام حسن، ويبقى مستعد ويطلع يتكلم هو وابراهيم. والحمد لله رب العالمين. نسيب بقى كل ده، كل ده جانبا. ويا سلام، يا سلام على منتخبنا الجميل في ايدين حسام حسن. هو ده الكلام، هو ده الكلام. سيبوه يشتغل. يعني انتوا اديتوا له فرصه وحكمتوا عليه، انتوا عمالين تحكموا عليه من غير ما تدوا له فرصه. طب ادوا له فرصه، ادوا له فرصه يا ناس. والحمد لله رب العالمين. اخيرا 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 حسام حسن خد الفرصه وسيصبح مديرا فنيا للمنتخب المصري. طبعا هيجيب الناس المحترمه بتوعه اللي كانوا معاه وشغالين معاه، على رأسهم طبعا ابراهيم حسن كمدير للمنتخب او مدير للكرة، ومعاه اكيد الكاس وطبعا طارق سليمان والناس الجميلة دي. ده الناس بتوعه يعني. هو خد كمان يعني بعد ما كان عماد المندوه مع سنين طويلة في حراسة المرمى، مدرب لحراس المرمى، خد في اخر تجربة ليه سعفان الصغير. فاعتقد ان سعفان برضو بقى من الناس بتوعه يعني. فهنشوف ان شاء الله المنتخب بقيادة حسام حسن والتشكيل النهائي بتاع المدير الفني ومساعدين. خبر حزين جدا 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 كان المفروض ابتدي بيه، بس فرحة خبر حسام حسن يعني طغت. خبر حزين جدا 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 لكل الناس اللي البني ادمين الصح يعني، وهو الونش وغيابه لمدة طويلة جدا جدا جدا، ورباط صليبي تاني ايه تالت. الله يكون في عونه هذا اللاعب المقاتل البطل. بصراحة يعني كنا بنقول يا بخته اللي عنده الونش،
وحوسة المنتخب، الحوسة السوداء، ودي انتوا شفتوا مع عبد المنعم والراجل التاني حجازي مقاسي سنين علشان الونش مش موجود. روح بعيد ليه؟ شوفوا الزمالك جراله ايه من بعد ما الونش سابه، وما صدقنا الونش جه، بس قدر الله وما شاء فعل، والله لا اعتراض يعني، حسبي الله ونعم الوكيل. إن لله، يعني يقول لك إن لله وإنا إليه راجعون. إن شاء الله تبارك وتعالى كل الدعم لهذا اللاعب الإنسان، ويرجع بالسلامة. بص يا ونش، عندك حسن عبد رب وناس كتيرة جدا جالها صليبي مرة واثنين وثلاثة ولعبت، فمعلش وقدرك كده ونصيبك كده، وان شاء الله تبارك وتعالى انت في قلوب كل المصريين، يعني البني ادمين الصح. ان شاء الله تعدي هذه الكبوة بسلام وترجع لنا سالم. يعني اعتقد ان انت شفت او جربت هذه المحنة في المرتين اللي فاتوا، وسبحان الله يعني المرة دي كانت سريعة جدا جدا جدا. ده انت ما لعبتش حتى ماتش اساسي يعني. اللي لعبتهم كان الماتش بتاع الوديات اللي في دبي وابو ظبي وبس، يعني ما لحقتش حبيبي. بس ان شاء الله اللي جاي احسن، وان شاء الله ربنا عايل لك الاحسن باذن الله تبارك وتعالى، وقدر الله ما شاء فعل. يبقى حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر اخيرا. سيبكم بقى من الناس اللي تقعد تقول لك هو محمد صلاح مش عايزه، محمد صلاح ما بيحبوش، محمد صلاح مش موافق. محمد صلاح عقلية محترفة يا جماعة، حسام حسن مدرب كبير، فانسوا بقى الكلام العبيط اللي لا يودي ولا يجيب ده، وسيبوا المركب تمشي ارجوكم. بلاش الكلام اللي لا يودي ولا يجيب. على صعيد الزمالك، اتعاقد مع مهاجم من وادي دجلة في الساعات الأخيرة، مواليد 2003 يعني، وهنشوف. يعني أنا أعتقد إن دي حاجة مستقبلية، زي ما عمل مع يوسف حسن بتاع المقاولين لو أنتوا فاكرين، ربنا يشفيه. اتعمل له عملية، وبعد ما يعني خاطب مجلس إدارة نادي الزمالك والناس مشكورين، عملوا له عملية وخلافه، وإن شاء الله تبارك وتعالى يرجع بالسلامة، إذا كان بقى في الزمالك أو في مكان تاني. فهنشوف إن شاء الله يعني ما ستسفر عنه الأحداث. ده يعني تعاقد بعد المؤتمر اللي حصل امبارح وال10 صفقات اللي قدموهم، فدي صفقة 11 يعني تتحط جنب اخواته يعني. التحديات كتيرة والمشاكل كتيرة، سواء على صعيد المنتخب أو على صعيد نادي الزمالك. لا التانيين مروقين ومزاجهم حلو، التانيين معاهم بسم الله ما شاء الله مكنة الدولارات بتطبعهم، والدنيا هيصة والعملية جميلة، ومحدش حتى بيقول لهم انت بتعملوا ولا من اين لك هذا، وجايين يبصوا لنا على الكحكة اللي في ايد اليتيم، ويقول لك الكحكة في ايد اليتيم عجبة. يعني الكل عمال يقول لك من اين لك هذا على كحكة. طيب امال الناس اللي معاها اوبن بوفيه دي امال الناس اللي عندكم دي اللي عندها اللي معاها اوبن بوفيه دي تقول لها ايه بقى انتوا واقفين لنا على كحكة؟ ده كحكة. ده الواد بتاع الدنمارك ده اللي هو بيقول ان هو فلسطيني، بتاع الدنمارك ده متكلف اكتر من غرامة قيد الزمالك والصفقات ال10 صفقات ولا 11 اللي الزمالك جابهم.
فانت بتتكلموا في ايه؟ انما عقول خربانه، وناس خربانه وتايهه، ما تعرفش بيبلبعوا ايه ولا بيعملوا ايه. يا اخي بيتك من ازاز، ما تحدفش الناس بالطوب. وده يعني مثل، حطوهم حلقه في ودانكم، حطوا المثل ده حلقه في ودانكم. بقى انتوا اللي بتقولوا من اين لك هذا، وطالعين تقولوا الفلوس جت منين. منين ايه يا راجل؟ يا راجل بنقول لك بسم الله ما شاء الله عندنا عتاوله، عتاوله. يعني انت تعتقد ان محمد الاتربي البنكير العالمي، ولا عمرو الجنايني البنكير العالمي، ولا المليارديرات اللي معانا اللي على راسهم طبعا الاستاذ ممدوح عباس، والاستاذ حسين لبيب نفسه، والاستاذ هاني بيرزي، والاستاذ هاني شكري، والكابتن حسين السيد. انت بتتكلم في ايه يا ابني؟ بتتكلم في ايه؟ مليارديرات. وبرضه يعني علشان انغص عليك حياتك، تخيل احنا عملنا كل ده ولا بعنا زيزو ولا خدنا فلوس كهرباء. القيد اتفك وعملنا صفقات والدنيا ماشيه زي الفل، وجبنا مدرب جديد وهيصه هيصه هيصه. لا وايه بقى عبد الله السعيد؟ يعني الناس عماله تقول لك جبنا 11 صفقه، يعني انتوا تقولوا جبنا عبد الله السعيد وبعد كده تتكلموا على الصفقات. عبد الله السعيد وبعد كده تبداوا تتكلموا. بس لازم تعملوا يعني تذكروا اسم عبد الله السعيد ده وتوقفوا شويه، علشان الكل يتذكر ان الزمالك تعاقد مع عبد الله السعيد. يا جماعه في المؤتمر امبارح، كل الاحترام طبعا للصفقات الجميله اللي الزمالك عمالها على دماغنا طبعا، وكلهم صنعوا الفارق، انما سابوا عبد الله السعيد للاخر خالص. وقاموا مناديين للراجل بتاع شركة النيل اللي هو الراعي، علشان بقى يعني ايه ياخد له كام صورة كده مع عبد الله السعيد وخلافه. طبعا دي ناس بتحترم قامات زي عبد الله السعيد. كل الاحترام طبعا للاستاذ بتاع الباشمهندس بتاع النيل، شركة النيل الراعي الرسمي للدوري وللزمالك. ف يعني ما فاتش ابدا مجلس الاداره المحترم انه يعني ياخد صوره مع عبد الله السعيد. وبعد ما خلص كل الدنيا، لو انتوا شفتم، نادى بقى على الكبار، شيكابالا ورضا هيكل في الطايره، واحمد الاحمر في السله، ومش عارف مين هاشم في احمد الاحمر في اليد، ومين هاشم في السله. فلا يعني الموضوع الحمد لله تبارك وتعالى تم على خير، وكان مؤتمر جميل جميل جميل، ناس بسيطه وناس جميله. فربنا يا رب يديم علينا نعمه. اشوفكم في الجديد ان شاء الله تبارك وتعالى. والف مبروك لحسام حسن، وهارد لك للإنسان الجميل الونش فيما أصابه، وإن شاء الله تبارك وتعالى بالخير، وقدر الله ما شاء فعل. وأشوفكم على خير. السلام عليكم.